جهز كوباية الشاي وافتح ودانك وركز جامد يا صديقي العزيز اللي دايما بتدور ورا الكواليس وبتسأل ايه أصل الحكاية وازاي اللي بيحصل النهاردة ليه جذور من آلاف السنين. النهاردة احنا قدام حكاية خطيرة، حكاية فيها ملوك وامبراطوريات، فيها نار وسيوف، وفيها تاريخ بيكتب نفسه من جديد. تعالى نحكي عن الفرس، فارس زمان وإيران دلوقتي، ونسأل نفسنا هل الحرب اللي بتحصل دلوقتي بين إيران وإسرائيل مجرد خلاف سياسي ولا في حاجة أعمق، حاجة من جوه التاريخ؟ اربط الحزام عشان هنرجع بالزمن وندوس في الجرح. مين هم الفرس؟ بص يا سيدي، الفرس دول مش ناس طلعوا فجأة من تحت الأرض، لا، دول شعب قديم قوي، أقدم من العرب نفسهم. الفرس أصلهم من الهضبة الإيرانية، وتحديداً من المنطقة اللي دلوقتي بنسميها إيران. يعني قبل ما أي دولة في المنطقة تفكر تبني نفسها، كان في واحد اسمه كورش الكبير. ده كان ملك فارس، وده اللي عمل أول إمبراطورية فارسية كبيرة سموها الإمبراطورية الأخمينية. كورش ده بقى مش أي حد، ده كان عامل زي نابليون زمانه، غزا بلاد ما بين النهرين، بابل، الشام، وحتى مصر حاول يدخلها. وكان عنده سياسة ذكية جدا، ما كانش يهد البلاد لا يدخلها، ويحافظ على ثقافتها ويخلي أهلها مبسوطين، بس في الآخر يفضل هو الملك. الإمبراطورية الفارسية لما كانت فارس هي الكون بعد كورش، جه دار الأول، وده كمل على نفس الطريق ووسع الإمبراطورية بشكل رهيب. يعني باختصار، الفرس زمان كانوا قوة عظمى زي أمريكا دلوقتي، كانوا بيحكموا من حدود الهند لحد اليونان، وده اللي دخلهم في صراع عنيف مع الإغريق، اليونانيين بقى، اللي فيهم أرسطو وأفلاطون. والصراع ده معروف في التاريخ بحروب فارس واليونان، واللي شفناها حتى في أفلام زي 300. بس يا صديقي، زي ما دايما التاريخ بيقلب، الفرس اتغلبوا والإمبراطورية وقعت بعد ما جه الإسكندر الأكبر المقدوني دخل عليهم ومرمطهم. بعد الإسلام الفرس بقى شكلهم إيه؟ بعد ما الإسلام ظهر في الجزيرة العربية، الفرس كانوا بيحكموا إمبراطورية تانية اسمها الساسانية. المسلمين بقى دخلوا معاهم في حرب كبيرة، وفي النهاية انتصروا ودخل الإسلام فارس. بس هنا حصلت حاجة غريبة جدا، الفرس دخلوا الإسلام لكن فضلوا محتفظين بجزء كبير من ثقافتهم القديمة، والأغرب إنهم بقى ليهم دور كبير في الحضارة الإسلامية نفسها. يعني كتير من العلماء في العصر الذهبي كانوا من أصل فارسي، ابن سينا، الفارابي، الرازي. بعد وفاة النبي حصل انقسام في الأمة الإسلامية، وده موضوع كبير، لكن باختصار الفرس اتجهوا للمذهب الشيعي، وبالتحديد الشيعة الاثنى عشرية. ومن هنا بدأت إيران اللي هي فارس القديمة تتحول لبؤرة للشيعة في العالم الإسلامي، وبقى عندهم مشروع كبير جدا اسمه تصدير الثورة. يعني مش بس يبقوا شيعة، لأ، ده ينشروا الفكر ده في المنطقة كلها. وطبعا ده خلق عداوات كتير مع السعودية، مع الخليج، مع السنة عموما، وده لسه مستمر لحد النهاردة. دلوقتي يا نجم، إيران اللي احنا بنشوفها على الأخبار، واللي كل يوم بنسمع عن صواريخها وبرنامجها النووي وعن حزب الله والحشد الشعبي، هي امتداد مباشر للفكر الإمبراطوري الفارسي، بس لابس عباءة دينية شيعية. يعني إيران دلوقتي مش مجرد دولة عايزة تحمي حدودها، دي دولة عندها مشروع كبير جدا ترجع نفوذ فارس القديم بس بالطريقة الجديدة. نيجي بقى للنهاردة، السؤال المهم، هو ليه إيران بتدخل في صدام مع إسرائيل بالشكل ده؟ هل علشان فلسطين؟ ولا في سبب أعمق؟ إيران شايفة نفسها إنها حامية المسلمين، خصوصا الشيعة، وإنها ضد الطغيان الغربي والصهيوني. بس في الحقيقة إيران بتلعب لعبة خطيرة قوي، عايزة تسحب البساط من تحت رجل السعودية والخليج،
وتبقى هي زعيمة المنطقة. إسرائيل شايفة إن إيران بتمثل تهديد وجودي، خصوصا ببرنامجها النووي ودعمها لفصائل زي حزب الله وحماس. الصراع ده مش بس صراع عسكري، ده صراع حضاري وفكري وطائفي. فارس زمان كانت إمبراطورية بتسعى للسيطرة، وإيران دلوقتي بتمشي بنفس الفكرة بس بلغة العصر. اللي بيحصل بين إيران وإسرائيل دلوقتي مش جديد، ده مجرد فصل جديد في رواية طويلة بدأت من 2500 سنة. والمفاجأة إنك لو رجعت للتاريخ هتلاقي نفس الأحداث، نفس الصراعات، نفس الطموحات، بس بأسماء مختلفة. هل في حرب جاية كبيرة؟ الله أعلم، بس كل المؤشرات بتقول إن الحرب بين إسرائيل وإيران مش مجرد تهويش. إيران عندها نفوذ في العراق، سوريا، لبنان، اليمن. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.